تخيل معايا تدخل لواحد الحرب باش تربح، ولكن في الطريق ديالك كتخسر ولدك والوارث الوحيد ديالك، وفي نفس الوقت العدو اللي كان كيسحاب لك هو اللي واقف بينك وبين هذا العرش كيخرج من المدينه وكيخليها تقريبا خاويه. ولكن السؤال المطروح هنايا، واش هي فعلا خاويه اولا هذا غير فخ اللي غيبدل المصير ديال عائله تارغاريان؟ حيت في هذه الحلقه واحد الشخص غيدخل لواحد المدينه اللي كان كيحلم بها هذه سنين، وشخص اخر غادي يدخل لها نهار ولكن يقدر يخرج منها وماشي بنفس الطريقه اللي دخل ليها. وشخصيه كبيره كانت من الناس اللي بداو هذه الحرب اصلا غتموت وغيسالي كلشي بالنسبه ليها بواحد الطريقه حتى شي واحد ما كان كيتوقعها. وباش نفهموا هذا الشيء كامل خصنا نرجعوا للبلاصه اللي سالت فيها الحلقه الاولى، وسط البحر وبين الاف الجثث. السلام عليكم ومرحبا بكم في زيرون. اليوم غنكملوا الحلقه الثانيه من الموسم الثالث ديال هاوس اوف دراجونز، وتيقوني الحلقه اللي داز كانت حرب، ولكن هذه الحلقه مرونه قلبات كلشي. واش واجدين؟ يلا نبداو. الحلقه كتبدا مباشره من بعد الكارثه ديال معركه دكاليت. البحر عامر بالروينه، عامر بالحطام والجثث، والناس اللي بقاو من الاسطول ديال التريارشي كيحاولوا يهربوا، ولكن هالك والف وادم بالتنانين ديالهم كيشرشموهم وما كيخليو حتى شي واحد فيهم حي. وفعلا ذا بلاكس كيربحوا هذه الحرب، ولكن واش بصح هذا هو الانتصار؟ حيت في دراغون ستون بايلا كترجع من فوق مون دانسر، ولكن ما رجعتش بوحدها، رجع معاها الوارث الوحيد لرينيرا. كتشوف ولدها في ديك الحاله وكتقرب ليه، ولكن في العقل ديالها ما قادراش تستوعب ان ولدها مات. كتجلس حداه وكتبدا تسولو ولكن ما كيجاوبش. وهنا رينيرا كتنهار، والحرب اللي كانت كتقاتل فيها باش توصل للعرش دابا ولات كتخلص فيها الغالي. ولادها كيموتوا واحد واحد، ولكن دابا ما ماتش غير ولدها، مات الوارث الوحيد، مات المستقبل ديال ذا بلاكس. وفي نفس الوقت في البحر كنشوفوا ادم باقي كيقلب على كورليز فاليريان، ولحسن الحظ انه كيلقاه باقي حي. ولكن كورليز منين كيشوف الثمن اللي دفعوا في هذه الحرب كيقول بهذا المعنى: الا كان هذا هو انتصار كنطلب الله اننا ما عمرنا نعاودوا نربحوا شي حرب. وهذه الجمله كتلخص المعركه كامله. فعلا ربحوا الحرب ولكن خسروا فيها بزاف. وفي نفس الوقت كنشوفوا راينا وصلت الفالي، ودابا الوضع ديالها ولا حساس بزاف. هي مرتبطه بالتنين شيب ستيلر، وارين كنشوفوها ما مرتاحاش للوضع نهائيا، ولكن راينا كتفكرها بحاجه بسيطه: انت محتاجه للتنين، ها هو التنين دابا كاين. وفي العقل ديالها كتشوف بانه بهذه الطريقه هي غتضمن البلاصه فين غتسكن وما غتلقاهاش رينيرا، وفالي حتى هي غتكون ربحات. ولكن المفاجاه هي ان فالي كترفض انها تدخلها للقلعه، حيت عارفه رينيرا غتعيق بها وغتنوض حرب وغتقتلها. وفي نفس الوقت كنشوفوا رينيرا في دراغون ستون متاكده بان شيب ستيلر كان راكب شي واحد فوقه، ولكن ما عارفاش شكون. داكشي علاش كتصيفط الرجال ديالها باش يقلبوا على هذا اللي كان راكب فوق التنين. وفي اللحظه اللي كتكون كتدفن ولدها كتفهم بان التحالفات ديالها معقده بزاف. ونبعدوا شويه على دراغون ستون ونرجعوا لعند ديمن، وكنشوفوه مازال مع القوات ديالو في ريفرلاند كيحتفلوا بالانتصارات ديالهم، وكيبان لهم ان الحرب غاده مزيان حتى كيوصل الخبر المؤلم: جيس مات. ودايما كيفهم في هذه اللحظه بان رينيرا محتاجاه بزاف، وهنا كيقرر يرجع عندها وكيخلي القوات ديالو تكمل التحركات ديالها للجنوب. ولكن قبل ما يمشي اليس كترجع ليه، نفس المره اللي كانت كتدخل للراس ديالو شحال هادي رجعات، ولكن هاد المره كدوي معاه على الاشارات وداكشي اللي جاي. ودايما كيمشي لعند رينيرا، ولكن المشكل كنشوف واحد الشخص واحد اخر جاي لهارنهال، ومن بعيد كيبان انه اكبر تنين في ويستروس، فاغار، ومن فوقه ايمن. وهنا هارنهار كتبدل الملك ديالها، ولكن ماشي بطريقه سلميه. نرجعوا لكينغز لاندين. اليسنت عارفه ان ديمند مشى وايغون اصلا هرب، والمدينه دابا ضعيفه بزاف، والاتفاق اللي كانت دارت مع رينيرا في الموسم اللي داز دابا جا الوقت باش يتطبق. وكتدخل عند القوات اللي كاينين في القلعه وكتدوي مع القائد ديالهم، والرساله كانت واضحه وباينه: منين توصل رينيرا حتى شي واحد ما يتحارب معاها، وكل شي حط السلاح ويخليها تدخل. ومن بعد كتمشي لعند هيلينا بنتها وكتعترف ليها بواحد الحاجه كبيره، وهي ان ايغون ما كانش عنده الحق في العرش، وبانها دارت غلط كبير بزاف. ومن وسط هذه الحرب اليسنت ولات باغا حاجه وحده، هي انها تنقذ بنتها هيلينا ويهربوا من القلعه. ولكن المشكل ان شي واحد اخر بدا كيشم ريحه الخيانه. جاسبر كيعرف بان شي حاجه كطيب من وراه، داكشي علاش كيمشي يواجه اليسنت وكيحاول يغتصبها، ولكن في اخر لحظه كيدخلوا وكينقذوها. ودابا الامور ولات واضحه، الابواب غيتحلوا، رينيرا غتدخل
والمشكل غيسالي هنا. ولكن الامور ما كتمشيش ديما كيف ما كنخططوا ليها. في دراغون ستون كنشوفوا رينيرا باقا حزينه بزاف، وكنلاحظوا بانها ما بقاتش باغا تكمل هذه الحرب، مكتئبه غير ناعسه. وهنا كيوصل دايما، وهاد المره ما جاش غير باش يقول لها يلاه نمشيو للحرب، هاد المره جاي يعاود ليها داك الشيء اللي وراتو هذيك المراه، وكيقول لها هذوك الحوايج اللي شاف بعينيه، وكيعاود لها انه شاف واحد المراه وسط العافيه وحدها 3 ديال التنانين كيف ما شفنا في جيم اوف ثرونز، ومع من دينيريس. الناس اللي تفرجوا في جيم اوف ثرونز غيفهموا هذا الشيء. كيعطي اشاره واضحه للمستقبل ديال عائله تارجاريان، ودائما كيرجع رينيرا للهدف اللي خلى الوالد ديالها يختارها بانها هي تكون وريثه العرش، وكيقول لها بهذا المعنى الا كانت هذه النبوءه هذه بصح والا كان الامر متعلق بالسلاله ديال العائله شنو غديري. وهنا رينيرا كتنوض، الحزن باقي ما مشاش ولكن تحول للقرار. كينغز لاندين خاصها طيح ودابا نيت. وفي الجهه الاخرى كنشوفوا ايمند وصل لهارين هار ولكن ما جاش باش يتفاوض. السيد داخل مشرشم، مع دخل بدا التنين كيحرق في كل شيء، وهو مشى للقاعه نيشان، واي واحد جا في طريقه كيصفيها ليه حتى كيوصل لعند القائد سيمون سترونغ. ولكن القائد كيبقى مهدن بزاف، وهذا الشيء ما غينفعوش مع ايمند، وفي اول لحظه كيتواجه معاه كيصفيها ليه. ووسط هاد المطايفه والروينه ايمند كتجي فيه واحد الضربه بالموس، والامير اللي دخل لهارين هار بحال الا دخل لدار باه ما غاديش يخرج منها بنفس الطريقه. واخر شخص كيتلاقى معاه هو اليس، نفس المراه اللي لعبات بالعقل ديال دايمن دابا دخلات للعقل ديال ايمند. والا كان دايمن دارت فيه هاد الحاله هادي كامله، في نظركم شنو غدير في العقل ديال ايمند اللي هو اصلا حاقد على العائله وغيزيد يحقد؟ نرجعوا دابا لرينيرا اللي كنشوفوها خدات القرار وركبات هي ودايما كل واحد على التنين ديالو، وغادي معاهم هاغ والف. وتخيل معايا دابا انت في كينغز لاندين غيبانوا لك 4 ديال التنانين جايين من فوق راسك. الحاجه الوحيده اللي غتقول سيدي انا يهودي. التنانين كيوصلوا للمدينه، رينيرا ودايما كيدخلوا للريد كيب، ولكن منين كيوصلوا للقاعه ديال العرش كيلقاو الحراس دايرين بهم يعني بحال شي فخ كاين تما. وفي لحظه واحده كيتبدل كل شيء، وكيبان بحال الخطه ديال اليسنت فشلات. ولكن لاطور لارجنت كيتحرك، وما كينساش بان دايما كان هو القائد ديالهم في واحد الوقت. داكشي علاش كيوقفوا معاه، والولاء ديالهم القديم كيرجع في اسوأ لحظه ممكنه. الكينغز لاندين في هذه اللحظه طاحت والحرب تقريبا سالات، ولكن رينيرا ما مشاتش مباشره تجلس فوق العرش، مشات كتقلب على ايغون وما لقاتوش، وقالت للجيش ديالها يخرجوا يقلبوا عليه. وبما اننا مازال ما لقيناش الملك، كاين واحد اخر اللي غيخلص هذا الشيء كامل. ومن الاعماق ديال السجن كيخرجوا واحد الراجل اللي كان تقريبا هو اللي من مور هذا الشيء هذا كامل، وهو اللي بدا هذه الحرب. شكون هو؟ اوتو هاي تاور، هو الوليد ديال اليسنت، هو اللي زوجها لبات رينيرا باش انها تولد ليه الوارث ديال العرش، وهو اللي دار هذا الشيء كامل. ولكن دابا كنشوفوه راكع قدام المراه اللي حيد ليها العرش ديالها. دايما كيدفع رينيرا باش تقتلو وباش تبين انها قادره تحكم هذه القلعه، ولكن رينيرا كنشوفوها متردده واحد شويه. ضرباتو الضربه الاولى وما طرا ليه والو، وكتزيدو الضربه الثانيه وكنشوف الراس ديالو كيطيح في الارض. والمسلسل كيخسر اكبر عقل سياسي كان في ويستروس. وفي نفس الوقت جاسبر كيحاول يقول الكلمات الاخيره ديالو، ولكن دايما ما كيخليهش وكيصفيها ليه. ودابا ما بقى حتى شي واحد واقف لرينيرا في الطريق. كتدخل القاعه وكتبدا تمشي جهه العرش، ورجليها عامرين بالدم ديال اوتو، وكل خطوه كتمشاها كتخلي الدم من وراها. واخيرا كتجلس فوق العرش الحديدي. من نهار سماها فيسيريس وريتا، ومن نهار مات ولادها، واخيرا وصلت للعرش اللي بسببه خسرت بزاف. وفي هذه اللحظه الباب كيتحل وكيجيو جوج ديال الناس اللي كانوا كيحاولوا يهربوا. وشكون هما؟ اليسنت وهيلينا. كيشدوهم الجيش وهما كيحاولوا يهربوا. اليسنت كتشوف الجثه ديال باها طايحه في الارض، كتشوف رينيرا وحتى هي كتشوف فيها، وما كيقولوا والو. العينين كيبينوا كل شيء. اليسنت كانت كتظن بانه كينغز لاندين الا طاحت الحرب غتسالي وحتى شي واحد ما غيموت، ولكن دابا كتشوف قدامها الراس ديال باها. ورينيرا خاصها تبين بانها بصح ملكه وتستحق داكشي، ولكن حتى هي كيبان عليها بانه الثمن اللي خلصات ما كانش بالساهل، وكان اكبر بزاف من داكشي اللي كتصور. وفي هذه اللحظه كتسالي الحلقه. رينيرا ربحات الكينغز لاندين، وصلت للعرش، ولكن ايغون هرب، وايمند باقي حي، فاغار باقيه، والحرب مازال ما سالاتش، ويمكن عاد بدات ديال بصح. ودابا السؤال اللي كنخليكم معاه، واش رينيرا بصح ربحات الحرب ولا عاد دخلات الفخ الحقيقي حيت العرش الحديدي ولا عندها، ولكن الاعداء ديالها باقيين حيين. وايمند دابا ولا اخطر حيت معاه اليس، وحتى الناس اللي فتحوا ليها الكينغز لاندين ماشي مضمون انهم يبقاو اوفياء، يقدروا يخونوها في اي لحظه.
كتبوا لي في التعليقات شنو هي احسن حاجه واحسن لقطه عجبتكم في هذه الحلقه، وما تنساوش تابوناو في القناه وتابعوني في انستغرام وتيك توك، والناس ديال الفيسبوك ما غنساكمش. الحلقه حتى هي غتحط في لاباج. كان معكم زيرون ونتلاقاو في الحلقه الجايه.